يقال أن هناك كان أمير للدولة الزنكية قائد للجيوش اسمه نجم الدين أيوب، وكان أخوه قائد الجيوش اسمه أسد الدين شيركو. تأخر نجم الدين أيوب في الزواج، فجاءه أخوه أسد الدين شيركو وقال له: ألا تتزوج يا نجم الدين؟ فقال له نجم الدين: ومن أتزوج؟ فقال له أسد الدين شيركو: نخطب لك ابنة السلطان السلجوقي ملك شاه. فقال له نجم الدين أيوب: لا عمل لي بها. فقال له أسد الدين شيركو: وماذا تريد إذن؟ قال: أريد أن أتزوج فتاة فأنجب منها طفلا تحسن تربيته فيكبر ويصبح فارسا ويعيد للمسلمين بيت المقدس. فقال له أخوه أسد الدين شيركو: ومن أين لك بهذه؟ فقال: من يصدق الله يصدق. هذا نجم الدين. تمر السنين ويكون نجم الدين أمير تكريت، ويكون جالسا في مسجد تكريت مع إمام تكريت، فتأتي فتاة وتنادي للشيخ، فيذهب الشيخ إليها ونجم الدين أيوب يسترق السمع. فقال الشيخ للفتاة: لماذا رددت الخاطب الذي بعثته إليكم؟ فقالت: يا شيخنا، إنه رجل ذو حسب ونسب، ولكن لا حاجة لي به. فقال لها الشيخ: وماذا تريدين إذن؟ قالت: أريد أن أتزوج شابا فأنجب منه طفلا أحسن تربيته وتنشئته ويصبح فارسا يعيد للمسلمين بيت المقدس. نفس الجملة التي قالها نجم الدين أيوب لأخيه أسد الدين شيركو. فلما سمع نجم الدين أيوب ما قالته الفتاة ذهب إلى الشيخ وقال له: يا شيخنا، أريد أن أتزوج بهذه الفتاة. فقال له: يا نجم الدين، يا أميرنا، إنها فتاة فقيرة ومن بيت متواضع. فقال له نجم الدين: أريد أن أتزوج بهذه الفتاة. وتزوج بها وأنجب طفلا سماه يوسف. وهل تعلمون من هذا يوسف؟ إنه صلاح الدين الأيوبي، أحسن تربيته فأعاد للمسلمين بيت المقدس. ويقال أن نور الدين الزنكي كان أمير الدولة الزنكية قبل صلاح الدين الأيوبي، فأنشأ وبنى منبرا ووضعه في مسجد بني أمية بدمشق، وكان يقول للصبية وللجيش: نريد أن نأخذ هذا المنبر ونضعه في المسجد الأقصى عندما نفتحه. فنشأ الأطفال على حب فتح بيت المقدس، وعندما فتح صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس نقل هذا المنبر من الجامع الأموي بدمشق إلى المسجد الأقصى. ويقال يا أبا هشام أن الأمير نجم الدين أيوب في يوم من الأيام كان عائدا إلى منزله، فرأى ولده صلاح الدين أيوبي هذا يوسف، رآه يلعب مع الفتية، فذهب إليه وحمله ورفعه، ثم قال له: ما تزوجت أمك وأنجبتك لكي تلعب مع الفتية، إنما تزوجت أمك وأنجبتك لكي تفتح للمسلمين بيت المقدس. ثم تركه، فوقع صلاح الدين الأيوبي، فتعجب من نجم الدين أنه لم يتوجع، فقال له: ألم تتوجع؟ قال: بلى. قال: لم تصدر صوتا؟ فقال: ما كان لفاتح الأقصى أن يتوجع.